دي المومنتم بول ابس، وطبعا دي الكينج بتاعه البول عامه والكينج بتاعه الداينامكس. اي حد عايز يتحسن في الكاليستانكس لازم يكون بيعملها، ولازم يكون بيعملها كتير كمان. بنط على البار وباخد المومنتوم سنة لقدام، وبعد ما الهبس ورجلي يعدوا البار بسنة ببدأ البول بتاعتي. ده احسن وقت تبدأ تبول فيه. طبعا انت عديت بكل مراحل البول ابس عشان توصل لدي، بس انا هراجع معاك. انا ماسك جريب اوسع من الشولدرز بحوالي صباع او صباعين، بكون شادد الكور وببدأ البول عن طريق ان انا اشد اللاتس واشد البايسبس عشان ارفع نفسي فوق البار، وبركز ان انا اقيم ان البار يجي على الشيست بتاعي عشان اقدر ابول بعدها. بركز ان انا اشد المصل باقوى واسرع حاجة عندي، وبحاول اوصل البار لبطني واوطى حتة في جسمي، وبعدين ببدأ الدب. الاند بوزيشن بيكون لما يكون الالبوز مفرودين تماما وانا خلاص فوق البار. لاحظ ان الجريب هنا ما بتكونش فولس جريب عشان اقدر اطلع لقدام واخد المومنتم ده. ولاحظ ان انا برضو ببول من احسن مكان قلتلك عليه بعد ما الهيبس والفيت يعدوا البار. انا شادد الكور طول العدة، وانا بنزل وانا شادد الكور. طبعا تكنيك الماسل ابس صعب جدا، ولازم تكون مريت ببروجريشنز البول ابس عشان تقدر ان انت تعمل ماسل ابس من ناحية السترينث والتكنيك. دايما صور نفسك وانت بتتمرن عشان تتأكد ان انت بتتمرن صح. لو عايز تسأل عن اي سؤال في التكنيك ابعت لنا على السبورت وهرد عليك في اسرع وقت.